السلام عليكم، كنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال. إذا ملف الصحراء وصل لنقطة اللا رجوع، واللعبة اللي كانت كتلعبها البوليزاريو والجزائر هذه 50 عام صافي بدات كتسالى، وصلت للنهاية ديالها. العالم كله فاق، والضربة اللي جاتهم من مدينة السمارة المغربية كانت هي القشة اللي قسمات ظهر البعير وخلات بن بطوش والعسكر في حالة صدمة وتخبط وصلولهاش من قبل. كلشي كان كيسحاب ليه باللي هجوم السمارة غادي يدوز مرور الكرام بحال الهجمات اللي فاتت من قبل، ولكن هاد المرة الحساب كان غلط. العالم ما بقاش كيشوف فيهم كحركة تحرر، بل ولا كيوصفهم بالواضح وبكل لغات العالم كجماعة إرهابية كتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. وهذا الشيء ماشي كلامنا حنا، هادو بيانات رسمية في مجلس التعاون الخليجي وفي أمريكا وفرنسا وحتى في الصبليون اللي كانوا دائما شادين العصا من الوسط. دابا كاين واحد السؤال: علاش هاد الهجوم بالذات نوض هاد الصداع كامل؟ وعلاش الجزائر ولات كضرب يمينا وشمالا ووصل بها الامر تهاجم حتى مصر والسيسي؟ هنا فين كاين داس السم في العسل، وهنا فين غادي نكشفوا الاوراق اللي كيحاول العسكر يغطيها بالكذوب والتزوير بحال كي كان كيدير دائما. الحقيقه المره هي ان القرار الاممي ديال 27 كان ضربه قاضيه. هذا القرار ما بقاش فيه اللعب، حدد بالواضح ان الجزائر طرف اساسي في النزاع وماشي مراقب كما كيدعيو الجزائريين. والبوليزاريو لقات راسها فرطه كبيره، حيت هذا القرار كيتعتبر الحكم الذاتي تحت السياده المغربيه هو الحل الوحيد والواقعي. ولكن شوفوا معايا هذه المسرحية اللي دار إبراهيم غالي. صيفط رسالة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس كيبكي فيها وكيشكي وكاتب فيها من بير الحلو. ولكن المضحك في الأمر هو أن كل شيء عارف باللي هو ما حطش رجليه في بير الحلو من هذه 2020، يعني هذه 6 سنين ما صدم تما. وكاتب رسالة على أنه كاين تم، هو راه جالس في حسين الرابوني في تندوف تحت يعني صباط العسكر، وكيحاول يبيع الوهم للمحتجزين في المخيمات باللي راه مازال كاين شي حاجة سميتها أراضي محررة. الرسالة ديال بن بطوش ولا إبراهيم غالي كانت هي اللي فتحاتهم قدام العالم. في الوقت اللي كيدعي فيه أنه ضحية، كيعترف بعظمة لسانه بأنه خرق وقف إطلاق النار. العالم كله قرأ التناقض، كيفاش كتكون انت ضحية وانت اللي كتنشر بيانات حربية يومية وكتهجم على المدنيين بالصواريخ؟ دابا غندوز معكم الإعلام الجزائري اللي بصراحة ولا مادة دسمة ديال الضحك والحماق السياسي والسكيزوفرينيا. تخيلوا معايا جابوا واحد المحلل في قناة الشرق كيقول باللي المغرب خاصو يطبق القرار 27 وأن الجزائر هي اللي عدلات هذا القرار وجابته في مصلحتها. والمشكلة الكبيرة هي أن الجزائر أصلا ما صوتتش على هذا القرار. قنوات الصرف الصحي ولا الإعلام الجزائري اللي أو الإعلام الأصفر اللي كيبقى دائما كيكذب على المواطنين الجزائريين مازال غادي في الكذوب. أيه كما سمعتوا كيقولوا قرار، يعني هما اللي جابوه وهما اللي صنعوه، ولكن حنا اللي ما صوتناش عليه. هاد يعني الحاجة اللي هما داروها كيلصقوها فينا حنا والعكس. هاد التخبط كيبين أن المخابرات الجزائرية هي اللي كتحرك هاد الأقلام، وما بقاش عندهم ما يدار من غير تزوير الحقائق باش يغطيو على الهزائم الدبلوماسية المتتالية ديالهم. ولكن الورطة ما وقفتش هنا. العسكر الجزائري ملي شاف راسو معزول دار واحد الخطوة غبية وغبية بزاف، بدا كيهاجم مصر. علاش؟ لأن السيسي زار الإمارات. الإعلام الجزائري كتب باللي السيسي كيلعب بالنار واتهموه بالخيانة حيت كيدافع على مصالح بلادو المادية. يعني هما دابزو مع الإمارات، صافي خص كاع الدول دابز معاها، واللي مشى عندهم راه ما يسواش. هاد الهجوم كيبين باللي الجزائر ما بقاش عندها حتى شي حليف في المنطقة، يعني بواحد الغباء شديد هما معزولين كيزيدوا حتى الناس اللي هي ولا الدول اللي عطياهم الثقة يدخلوا لها في شؤونها ويجبدوها باش حتى هي تتنوض دابز معاهم. نتوما اش دخلكم في مصر واش دخلكم لشي سيسي عندكم الصداع مع الامارات؟ هو ما عندوش الصداع معاها، بغا يمشي لها هو حر. كلشي ولا عدو د الجزائر، المغرب، امريكا، فرنسا، الامارات، مالي، ودابا زدنا مصر.
هاد العزلة هي اللي غادي تخلي النظام العسكري ينهار من الداخل، حيت ما بقاش قادر يساير ميزان القوى جديد في العالم. وبالحديث عن القوى غادي نهضروا على أمريكا. كاين واحد التفصيل مهم بزاف كيحاول الإعلام الجزائري يخبعو. مسعد بولوس مستشار ترامب عيط للسفير الجزائري في واشنطن صبري بوقادوم وعطاه واحد التوبيخ قاسي. الميساج كان واضح: حبسوا هذا الصداع ديال البوليزاريو، ولا غادي يكون يعني واحد العقاب عنده عواقب وخيمة لا اقتصاديا ولا سياسيا. أمريكا ما بقاتش كتقبل باللعب ديال السبعينات، والجزائر دابا بين نارين: يا إما تضحي بالبوليزاريو تنقد راسها، يا إما تغرق مع هاد البوليزاريو وتا هي غادي تصنف دولة راعية للإرهاب. في هاد الوقت هذا المغرب خدام بالسكات وبصح زعما مروحية الأباتشي بدات كتوصل، والجيش المغربي مستعد للتطهير كاع لداك المنطقة العازلة بصفة نهائية. هادشي هو اللي مخلي الجزائر والبوليزاريو في حالة رعب حقيقي هاد الوقيته هادي، حيت ملي غادي يدخل الجيش المغربي للمنطقة العازلة، يعني اللي كيسميوها هما الأراضي المحررة، غادي تموت للأبد. وبن بطوش ما غادي يبقى عنده منين يكتب هاد الرسائل ويكتب راه كاين هنا ولا هنا. حتى الناس اللي في المخيمات ديال تندوف عاقوا بالقالب. كاين تمرد داخلي والناس بغات تهرب، ولكن الجيش الجزائري محاصرهم وما مخليهمش يخرجوا من المنطقة العازلة. علاش؟ لأنهم عارفين باللي المغرب غادي يطهر المنطقة، وخايفين من أن الهروب الجماعي ينهي هذه المسرحية ديال اللاجئين اللي كيتاجروا بهم لمدة عقود. الخلاصة هي أننا كنعيشوا اللحظات الأخيرة من هذا النزاع المفتعل. الجزائر ولات فرصة استراتيجية، والبوليزاريو ولات عبء ثقيل عليها. المستقبل كيبان واضح: مغرب قوي، لا بالسيادة ديالو ولا بالبلد ديالو ولا بالمنهج وبالسياسة اللي غادي فيها. النهاية قريبة ديال الميليشيات ديال البوليزاريو اللي شبعات غدر وكذوب. إلا كنتي باغي تزيد تعرف بزاف ديال التفاصيل وتزيد تفهم شنو غادي يطرا في الأمور ولا في الأسابيع الجاية، ما تنساش دير اشتراك في القناة وتفعل الجرس إلا كنتي مازال ما اشتركتيش. وكنتمنى إلا عجبك الفيديو دير جيم وتبارطاجيه مع الناس اللي مهتمة بشؤون المنطقة. سؤالي الأخير لكم: كتبوا لي في التعاليق اش كتظنوا، واش كيبان لكم هذا التخبط ديال الإعلام الجزائري هو اللي كيعني بداية النهاية ديال بن بطوش؟ خليوا لي آراءكم. شكرا، دمتم في رعاية الله وحفظه. في هذا التحليل نستعرض كيف غير هجوم السمارة وقرار الأمم المتحدة الأخير تحالفات والواقع الجيوسياسي للصحراء الغربية تماماً. لكن هل يعقل أن يعيد حدث واحد مثل هجوم السمارة تشكيل المشهد الدبلوماسي الإقليمي بالكامل؟ لنرى ذلك. منذ انهيار وقف إطلاق النار عام 2020 تصاعدت التوترات بشدة لتصل إلى نقطة التحول الحاسمة: هجوم السمارة. هذا الهجوم كان حرفياً الشرارة، مقذوفات تضرب السمارة، وما تلاها كان رد فعل دولي غير مسبوق ضد البوليساريو. تخيلوا حجم الرد: موجة عارمة من الإدانات انهالت من دول كبرى كأمريكا ومنظمات إقليمية وصولاً لدول الخليج. الرسالة العالمية كانت صارمة وموحدة: هذا الهجوم يمثل تهديداً مباشراً للاستقرار وانتهاكاً صارخاً لروح المفاوضات. في الكواليس وبحسب رسالة مسربة، رأت قيادة البوليساريو هذا الرد الموحد وكأنه هجوم دبلوماسي منسق يستهدفها. المثير للاهتمام هنا هو رسالة زعيم البوليساريو للأمم المتحدة التي بررت الهجوم كدفاع مشروع ووجهت اتهامات معاكسة. لكن هذا التبرير اصطدم بجدار دولي صلب، فالمجتمع الدولي بأسره صنف الأحداث كعمل مهدد للسلام والاستقرار. النتيجة الحاسمة: قرار مجلس الأمن 2797، إطار أمريكي يدفع نحو الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وماذا بعد؟ ضغط أمريكي مباشر. التقى مسؤولون أمريكيون بالسفير الجزائري في واشنطن للمطالبة الفورية بخفض التصعيد. هناك مفارقة عجيبة بين ادعاءات الإعلام الجزائري بتعديل القرار وبين واقع سجلات الأمم المتحدة، حيث لم تشارك الجزائر بالتصويت.
هذا الزلزال الدبلوماسي لم يبقى في أروقة الأمم المتحدة، بل امتد ليفرض تغييرات عسكرية وميدانية ملموسة عبر الحدود. على الأرض تسارعت التحركات بشكل جنوني. الدول المجاورة بدأت فوراً بتأمين حدودها والمناطق العازلة بخطوات غير مسبوقة. ففي موريتانيا مثلاً أصدر الجيش مواعيد نهائية صارمة جداً لإخلاء المنقبين من المناطق الحدودية شديدة الحساسية. وفي نفس الوقت تفيد التقارير بأن الجيش الجزائري يفرض إغلاقاً ويمنع سكان مخيمات تندوف من التوجه نحو الحدود. وسط هذا الزخم، التوقعات تشير إلى أن المغرب قد يدخل قريباً لتأمين المنطقة العازلة عسكرياً لحماية مدنه. إذن مع كل هذه التحركات والضغوط الدبلوماسية المكثفة، كيف سيكون شكل المستقبل الدائم للصحراء الغربية؟ الأيام القادمة حاسمة بلا شك.